بص، انا عارف ان انا لو حلفت لك 100 يمين ان عواد مش مفوت وان ده مستوى عواد انت مش هتصدقني. بس ما تيجي ترجع كده للماتش بتاع البنك الاهلي اللي عواد في الدقيقه 94 عمل كارثه حرفيا. الكره بتاعته فوق دماغه سهله جدا ان هو حتى لو ما مسكهاش يطلعها كورنر، سهل قوي يطلعها كورنر. عواد حطها تاني ليو النور، عمل له اسيست بايديه زي اللي عمله كده النهارده. طب تعالى بقى الماتش السيراميكا اللي فات، برضك عواد في الدقيقه 94 يتسبب في هدف التعادل بالاشتراك مع صلاح مصدق عشان كل واحد ياخد حقه. طب هل الزمالك مستني، يعني بيراميدز مستني الزمالك ان هو يفوت له ماتش؟ هل بيراميدز بالسكواد الجبار اللي معاه ده مستني الزمالك يساعده؟ طب يا راجل بص على سكواد الزمالك النهارده اللي بيلعب وشوف سكواد بيراميدز. يا راجل ده احنا بنلاعب سيف فاروق جعفر جناح، ومن الناحيه الثانيه مصطفى شلبي وناصر منسي اللي احنا بنتعكز عليه شويه اتصف الاول ونزل المكسح سيف الجزيري. تعال اتفرج بقى على نص الملعب، دونجا ومش عارف ايه. مفيش فرقه الزمالك حرفيا ولا عنده نص ملعب ولا عنده هجوم. الزمالك بس عنده دفاع كويس. احنا لو هنتكلم عندنا مدافعين كويسين بالنسبه كافراد، يعني كافراد لما تتكلم على حسام عبد المجيد ده احسن مدافع في مصر. الونشي لاعب كبير ولاعب دولي. صلاح مصدق كويس جدا على الارض بس عنده مشكله في الكور العاليه، لو ظبطها يبقى من احسن المدافعين. عمر جابر خبراته وارقامه بتدل على كده. بالنسبه لباكات تانية يمين موجوده في الدوري وتلعب منتخب مصر، عندك بنتاج باك شمال او فتوح، لا انت عندك الخط اللي ورا كله 10 على 10. المشكله عندك في الخط الامامي وفي نص الملعب وفي الاستقرار وفي المدربين وفي مجلس الاداره بجد. اسوأ حقبه، انا بشجع الزمالك من 99. شفنا سنين كتيره، يعني اكتر من كده. شفنا عشريه سودة، شفنا من 2005 ولا من 2004 ل 2014 مفيش بطوله بتخش النادي. بس بالنسبه الهلهله اللي احنا فيها دي، احنا يعني ما شفتش سكواد بالضعف ده في تاريخ الزمالك. ما شفتش نادي بقى مهلهل، نادي بقى مهزأ. ما تزعلوش مني في الكلمه، يعني احنا بقينا نادي مهزأ، احنا بقينا نادي مهلهل. احنا يعني بجد مجلس الاداره ده كرهنا في تشجيع نادي الزمالك. بجد يعني ربنا يكون في عون كل الزملكاويه وانا اولهم. لو لقيتونا ناكشين شعرنا في الشارع كده وماشيين بنلم ورق واتجننا وبنكلم نفسنا، محدش يعتب علينا.